شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة، وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. أنا قضيت عمري كله جندي في خدمة الوطن وفي خدمة تطلعاته وآماله، وسأستمر إن شاء الله. اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي. أول مرة لبست فيها الزي العسكري كنت طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة، يعني من حوالي 45 سنة، وأنا بتشرف بارتداء هذا الزي للدفاع عن الوطن. والنهاردة أنا بترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن. السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت إن مفيش حد يستطيع أن يصبح رئيسا لهذه البلاد دون إرادة الشعب وتأييده. لا يمكن على الإطلاق أن يجبر أحد المصريين على انتخاب رئيس مش عايزينه. الموضوع ده انتهى خلاص. لذلك أنا وبكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم هو اللي هيمنحني هذا الشرف العظيم. أنا أقف أمامكم مباشرة لكي أتحدث معكم حديثا من القلب زي ما تعودنا، عشان أقول أنني أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف. أنا بعتبر نفسي كما كنت دائما جنديا مكلفا بخدمة الوطن. أي موقع تأمر به جماهير الشعب هكون موجود فيه. من اللحظة الأولى عايز أكون أمين معاكم كما كنت دائما، وأمينا مع الوطن، وأمينا مع نفسي. نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليف. الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء اللي كان قبل ثورة 25 يناير أو اللي تفاقم بعدها حتى ثورة 30 يونيو، وصل إلى حد لابد أن يكون فيه مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات. عايزين نكون صادقين مع أنفسنا. بلدنا مصر بتواجه تحديات كبيرة وضخمة، واقتصادنا ضعيف. في ملايين من الشباب بيعانوا من البطالة ومفيش ليهم عمل في مصر. ده أمر غير مقبول. كمان في ملايين من المصريين بيعانوا من المرض ولا يجدوا علاجا مناسبا. ده أمر آخر غير مقبول. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات. ده أمر غير مقبول. المصريين يستحقوا حياة أفضل من كده. يستحقوا أنهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بأمن ويعيشوا بحرية، ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والغذاء والتعليم والعلاج والمسكن. كل ده لازم يكون في متناول ايد كل المصريين. احنا امامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة. لابد من اعادة بناء جهاز الدولة اللي بيعاني من حالة من الترهل بتمنعه من النهوض بواجباته. القضية دي لابد ان احنا نواجهها بكل الحزم عشان هذا الجهاز يستعيد قدرته، يسترد تماسكه،
يصبح وحدة واحدة تتحدث بلغة واحدة. كمان عجلة الإنتاج يجب أن تعود إلى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة، ده لإنقاذ الوطن من مخاطر حقيقية بيمر بيها. لابد من إعادة ملامح الدولة وهبتها، أصابها الكثير خلال الفترة الماضية. مهمتنا استعادة مصر وبنائها، مهمتنا استعادة مصر وبنائها. ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية